المساءله نتاعي وجري الحوايج. وكذلك ما ننساوش باللي مواد غزال وفيه حنا اللي ناملوها ان شاء الله يا رب. انا نقول لك حاجه يعني عاود واحد متوجه. انا كان حبذا لو بالفن كمل بالفن، راك عنده كونترات يبدا يخدم وتخرج له لاسيونس وتحميه الدوله. قاصي اهل القانون يلخصوه للفنان حتى وفيه ما يخدمش الفنان بصوره واضحه، لانه ما سبق العمل الفني لازم يدرك 10 سنين باه يدير اعمال ويسجلها وباه يدير. الماده 3 تقول يحظى حامل بطاقه الفنان بالاولويه في التشغيل. انا قلت يدخلوا في الخدمه هي الاعمال الفنيه. تمنيت يزيدوا الماده اخرى. اود ان اشكر وي بي سي على هذه الفرصه، اعطتني الفرصه باه نتكلم على القانون الاساسي للفنان، لانه اليوم مديريه الثقافه منظمه يوم اعلامي على القانون الاساسي للفنان المؤرخ 22 اكتوبر 2023. ولكن للاسف اسف لانه في القانون يقول لك الفنان هو اي شخص يمارس نشاط فني، ولكن من اجل التحصل على بطاقه فنان يجب ان تكون لديك عقود. يعني اللي يمارس نشاط فني وما عندوش عقود لا يعتبر فنان، وهذا شيء مؤسف. يعني هناك تضارب في النصوص القانونية هذه المتداولة. ثاني حاجة أوجه رسالة للمسؤولين على القطاع في الولاية، من بينهم مدير الثقافة ولا مدير المسرح ولا مدير دار الثقافة، لأنه هناك نوع من الإقصاء. الحمد لله هناك فضاء آخر اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، احنا ننشطوا على وسائل التواصل الاجتماعي الحمد لله، وعندنا العديد من المتابعين كما تيك توك، منصة تيك توك عندنا 1,000,000 متابع الحمد لله. ولكن على المستوى الإداري لا حياة لمن تنادي. أنا نظن هذا القانون الأساسي مش الفنان اللي معني به، معنيين به الإدارة باه تطبق قوانين الدولة. وفي الأخير نشكر رئيس الجمهورية على هذا القانون، وقول له مزيد من القوانين من أجل حماية حقوقنا وحمايتنا كفنانين. والمخرج جمان عبد الله من ولاية الجلفة. اليوم كان يوم إعلامي على قانون الفنان، ومن خلاله نشكر رئاسة الجمهورية على الاعتراف بالفنان بصفة عامة في جميع أنحاء الوطن. يحضرون لهذا القانون أنهم يدرسوا كما يقول الفنان على مستوى الوطني، خاصة في الولايات الوسط والولايات الجنوبية. من هذا المنبر أوجه رسالة إلى وزارة الثقافة وكما يقول السيدة الوزيرة أن منطقة جلفة حالة خاصة أن تنظم. كمال والنوقي فنان مسرحي ممثل. اليوم رانا حضرنا القانون الفنان وشفنا فيه ياسر صوالح، وبما انه يخصني انا عاد هذا القانون ما يخصنيش، لانه شفت الايجابيات والسلبيات. شوف السلبيات تضغط على الايجابيات، ومن بين السلبيات اللي في هذا القانون انه هذه البطاقه ما تحميني من والو، لانه يقول لك انك 70% ولا 80% من الكاشي تاع المسارح او اي فنان راح تكون داخل انت فيها. بصح حنا كما رانا نشوفوا هنا راه كاين عندنا المعرفه، تدخل بالمعرفه مش بالبطاقه. 20 عام مسرح عندي كونطرا واحده معاه، والقانون يقول لك لازم لك فيه 6 كونطرات. كيفاه ندير معاه 6 كونطرات؟ نقعد منها 30 عام باه ندير كونطرا. لازم يزيد يتعدل، لازم تزيدوا شويه دراسات، انه تشوفوا الفنان وتدرسوا الفنان الحقيقي، مش الفنان وخلاص تجي هذا الفنان الحقيقي، تشوفوا انشغالاته واش قادر ومش قادر. الا كنتوا تقولوا لنا بلي 7 كونطرات وفروا لنا 7 كونطرات، وفت عندنا احنا لي كونطرات عمل مسرحي في العام ولازم لك 6 كونطرات. انا هذه نقدر نقولها. ربي يحفظكم ان شاء الله وشكرا.